بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض رز بالكبد والقوانص، بس رز بسمتي مفلفل وخطير وطبعا اقتصادي وحلو قوي ويعتبر وجبة متكاملة. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة على البوتاجاز اولع النار واجيب الحلة بتاعتي، احط فيها معلقة سمنة على معلقتين زيت واقلبهم مع بعض كده يسيحوا. اكون مقطعة بصلاية قطع صغيرة، انزل بيها واقلب تقليبه كده على البصل والسمنه، وبعدين احط معلقه توم مفروم، ودي تركه حلوه قوي بتودي الطعم في حته تانية، يعني حلوه بجد حلوه جدا. واسيبهم كده لحد خلاص بدأوا يصفروا، انزل بالقوانص واقلب بقى. طبعا القوانص اكون غسلها كويس جدا ونقعاها في خل وملح وشويه دقيق، وبعدين شطفها كويس قوي ومصفيها. وبعديها الكبد نفس الكلام برضو غسلها كويس قوي واقلب كويس قوي. بس خلاص مجرد غيرت لونها ويعني اتشوحت، انزل بقى بالتوابل، معلقه قرفه كبيره، معلقه فلفل اسود، وملح حسب طبعا الملح اللي انا عايزاه، واقلب. خلاص كده هي دي التوابل اللي انا بحتاجها. بس اكون غاسله كوبايتين رز بسمتي كويس قوي ومصفياهم كويس جدا، غسلاهم ومصفياهم. وبحب اغسل الرز البسمتي يعني ما نقعوش، بس لازم اغسله واقلب كده عشان كله يشرب من بعضه. كل الخلطة تشرب، يعني الرز يشرب من الخلطة وكله يتجانس مع بعضه. وبعدين أكون مسخنة مية مغلية، أحط كوبايتين الرز، طبعا هكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف، عليهم كوبايتين ونص بالظبط مية. الرز بتاعي ما بياخدش مية كتير، بس وأقلب كده. مجرد ما يبدأ يتشرب أغطيه وأوطي النار خالص على الهادي، 10 دقايق بالظبط وهيكون استوى. الرز شكله تحفة، بصوا شكله بجد شكله حلو قوي وبيلمع. وجبة متكاملة تقدري تعمليها مع شوية سلطة، خلاص كده يبقى الوجبة سهلة ولذيذة واتعملت في 10 دقايق. جميلة قوي. اهو خلاص هاخد كده الحلة بتاعتي ونبدأ بقى ايه، نغرف الحلة بتاعتي في طبق. الغرف بصي شكل الرز بجد مفلفل، مقداره مظبوط قوي. طبعا انا حاطه فيه كبد وقوانص كتير، تقدري تحطي تعملي جنبه حاجه، او هو كده بس بسلطه، يبقى الطبق متكامل حلو قوي. قدمت الطبق معاكم وطبعا عملته طبق سهل وسريع واقتصادي وبسيط قوي، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.